الحمد لله رب العالمين، والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. برؤية نفسية ما بنتكلم بأسلوب كيف تدارين الرجل، كيف تصبرين عليه، والله يعيني. طبعا أنا ياس أتكلم عن أسرار الرجل وكيف نتعامل مع الرجل، وأنا أحد الرجال يعني، فإذا كنت في صف الرجل بتلوموني، وإذا كنت في صف المرأة بيقولون ما عليكم منه هذا يجامل، فالله يعين إن شاء الله. فاليوم بنتكلم بإذن الله عن مش بالاسلوب اللي انتم متعودين عليه، انه ما عليه داري، ما عليه اصبري، ان شاء الله بيتغير مع الوقت، ان شاء الله اموره بتزين. لا، اليوم بناخذ نقاط وخطوات علميه، خطوات فعلا اذا طبقناها بنفهم هذا الرجل كيف يفكر. هذا رقم واحد. رقم اثنين، بنعرف نتعامل مع هذا الرجل بالطريقه الصحيحه، بنعرف ندخل الى اعماق هذا الرجل ونتعامل. اللي يقع دائما فيه الإشكالية أن يا أخي أنا زوجي ما يسمع كلامي، زوجي ما يسمع لي، زوجي ما في حوار بيننا، زوجي ما يعرف يسولف وياي، زوجي أغلب وقته برا. هذا بسبب الاختلاف. لو تلاحظون أغلب الحريم أكثر شكاويهم الرجال ما يجلس في البيت، وأغلب شكاوي الرجال يا أخي هذه تباني 24 ساعة قاعد في البيت. صح ولا لا؟ السبب شو؟ ان نمط المراه مختلف. المراه اذا ارتبطت بارتباط زواجي تبى تتم قاعده مع الزوج دائما. الزوج اذا ارتبط بالزواج يحس بضغوطات ومسؤوليات، فوده يطلع بين فتره وفتره، وده ينفصل عن الزوجه بين فتره وفتره. لكن الزوجه يكون تعلقها عالي بالزوج، تباه موجود 24 ساعه، تباه يكون عندها يسندها، تباها تكون، وتبدا تقول لي يا اخي نحن ليش اسمنا شريكين؟ تفضل. نعم، ليش اسمنا شريكين نحن؟ ليش؟ الله يعيني عاد على هالدوره. زين، ليش نحن اسمنا شريكين ان شاء الله؟ عشان كل واحد يتكلم على كيف، عشان كل واحد يعيش حياته بروحه. اقول لك شيء، خلاص زين، لا تي البيت، لا تي وايد، انا بعد بيس اطلع برا وما بي وايد، وتبدا الخلافات بسبب عدم فهم المراه للزوج وعدم فهم الزوج للمراه. انا في المحاضره هذه مو بنتهم المراه ولا بنحطها هي راس المشاكل، لا ابدا، محشومه. لكن اقصد ان مرات بعض النساء باسلوبهم يقدرن يجذبن الزوج، يقدرن يخلين هذا الزوج ينصاع للي هن يبنه، اذا استخدمن اسلوب المنطق، اذا استخدمن اسلوب التفكير العقلاني، اذا استخدمت اسلوب كيف اقدر اتعامل مع الزوج، مش كيف اتضايق من هذا الزوج اللي ما يسمع الكلام، او هذا الزوج العصبي، او هذا الزوج العنيف، او هذا الزوج اللي البارد في مشاعره. وهذا بنتكلم عليه. انزين، العلاقه الزواجيه يا جماعه تقوم على عده اسس، او خلينا نقول بعض الاشخاص ياخذها على عده امور. يعني انا هذا الرجل اللي ارتبطت فيه ليش يا ترى؟ شو كنت ادور يوميات؟ ادور على زوج. زين، بعض الاشخاص علاقته العاطفيه الزواجيه تكون مبنيه على البحث عن عاطفه. انا ابى احب، انا ابى اعيش قصه حب. ليش انا اذكر هالنقاط؟ لان لو فهمنا القاعده الاساسيه، انا هذا الانسان ليش تزوجته، بعرف انا شو اللي حدابي اني ما افهم هذا الانسان، شو اللي خلاني ما استوعب المشكله اللي بيني وبين هذا الشخص. زين، فالعلاقه الزواجيه بعض الناس يختار الزواج بناء على الحب، انا ابغي حب في هذا الانسان. زين، وهي تنظر لهذا الحب انه بيظل مستمر مدى الحياه، ان هذا الحب لازم ما يختل، بالعكس لازم يظل يزيد اكثر، يزيد اكثر، يزيد اكثر. ما تركز على جوانب اخرى لهذا الانسان، تشوف هذا الانسان عباره عن شخص لابد يعطي عواطف بس، لازم ما يغلط، لازم ما يقصر من ناحيه العلاقه، لازم ما يقصر من ناحيه الحب والمشاعر، لانها ماخذه هذا الانسان عشان شو؟ عشان يحبها، عشان هي تحبه. بس ما اخذت هذا الانسان عشان تتضارب وياه. من هنا تبدا الخلافات. لان انا قبل لا اتزوج هذا الرجال استاذ محمد، بعضها نيين عندي تقول لي استاذ محمد تاخذ استشاره اسريه، تقول لي استاذ محمد ريلي طلع منافق. ليش ان شاء الله؟ شو سوى؟ كيف يعني؟ كان مع عبد الله بن ابي بن سلول مع راس المنافقين ولا وين كان؟ لا 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 لا، منافق. انا اقول لك كيف منافق. ريلي اول ما قبل لا اخذه كان يوعدني، كان يتصل لي 24 ساعه، كان يهتم فيني، كان يقول لي شعر، ويعني يذوبني بالكلام الحلو. بعد ما تزوجنا بست شهور، كملنا 6 شهور، راح هذا كله، صار ما في كلام حلو، صار ما في اهتمام، صار ما في كذا، صار ما في كذا، صار ما في كذا. ليش هذه الإنسانة تفكر بهالطريقة؟ لأنها بنت الحياة الزوجية على العاطفة، تدور حب ومشاعر، تظن أن الحياة الزوجية
عباره عن شو يسمونهم هذه المسلسلات التركيه، شو اسمها والله نسيت اساميهم. المهم انه عباره عن مسلسل تركي موجود، ان حياتنا لابد تظل عسليه. اغلبكم بيقول استاذ محمد نحن نعرف الحياه انها معاناه، نعرف ان الحب كذا، نحن نعرف، لكن في الواقع مع الزوج نتعامل بطريقه مختلفه. نبى هذا اذا قصر من ناحيه، او انا غرت عليه، او انا ابى منه سلوك معين يسويه وما سواه، تقوم الدنيا وما تقعد، ان اي فعل يسويه دليل انه ما يحبني. وبعضهم يوم تسالهن ريلك يحبك؟ لا ما يحبني. زين ليش ما طلقتك؟ ايش دراني؟ اساله، روح اساله، هو ما يبى اصلا، هو بيلاقي غيري. هي مش مركزه على الحب، ليش؟ لان هي بانيه الحب على اساس نقاط معينه. اذا الرجال سوى كذي 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 معناته يحبني، اذا ما سوى واحد اثنين ثلاث معناته ما يحبني. هذا كله سببه شو؟ يوم انا اختار الانسان بناء على الحب، بناء على البحث عن عواطف. وانا يوم يسالوني استاذ محمد انت مع الزواج عن حب ولا مع الزواج التقليدي؟ ها يلا اجوبتكم بسرعه، ترى اللي تاخر عن الاجابه ما له شهاده. ها ان شاء الله يكون الصوت واضح، ما يكون قطع الكلام هذا كله اللي قلناه. ها تأيدون الزواج اللي عن حب ولا الزواج اللي التقليدي؟ التقليدي غلط. ها شو رايكم؟ عن حب غلط. التقليد العقلاني غلط. ها شو رايكم؟ يلا عليا. يلا زينب. ندى. الحب ممكن يجي بعد الزواج، بعد غلط. تقليدي وفي تفاهم غلط. حب عقلاني. ها تراجعت عليا شويه، بدأت تفكر بعقلانيه. ها شو رايكم؟ شوفوا يا جماعه، انا ضد الحب، ضد الزواج عن حب، وضد الزواج التقليدي. عيل كيف نتزوج؟ ما نتزوج يعني لا نتزوج، لكن بطريقه منطقيه وعقلانيه ومنظمه، وهذا اللي بين الكلام بعد شوي. ليش؟ لان أنا اذا حبيت انسان وحبني بنتم عايشين في الحب والغرام. والحب هذا يا جماعه بيخليني ما اركز على سلبياته. الحب يا جماعه يمر بثلاث مراحل، ويا ريت اللي عنده ورقه وقلم يسجل وراي. الحب يا جماعه يمر بثلاث مراحل. المرحله الاولى مرحله التعلق، المرحله الثانيه مرحله الاستكشاف، المرحله الثالثه مرحله التكيف. نحن دائما نقفز من شو؟ دائما نقفز من التعلق للتكيف. تيك في العياده تقول لك استاذ محمد والله اني احبه يا اخي، والله لو تشوف جماله، لو تشوف اسلوبه، لو تشوف رقيه، يا اخي انسان مش طبيعي. زين شو عنده سلبيات؟ اسمح لي استاذ محمد اقول لك هالكلام بس بصراحه ما عنده ولا سلبيه. انت غلطانه. ليش؟ لانه ما في انسان ما عنده سلبيات. وانا اباك تعرفين السلبيات مش عشان تكرهينه، لا عشان تفهمينه، عشان تستكشفينه. ممكن هذا الانسان يكون حبيب مميز بس يكون زوج فاشل. ممكن يكون اب مميز بس يكون زوج فاشل. ممكن يكون زوج مميز جدا لكن اب فاشل. فلا بد ان انظر للجوانب كلها يا جماعه. الحب دائما يخليك تتعلق في الانسان فيعميك عن السلبيات اللي عنده. هذا ما يعني انه هو سيء اذا عنده سلبيات، لا. لان اذا انا اعرف سلبيات ريلي، خطيبي خطبني شخص، مو بنا انتم يعني. فوحده خطبها شخص، ف يوم خطبها حست من اسلوبه ومن احتكاكها فيه انه شوي مزاجي، وعرفت سلبياته، من سلبياته انه وايد مزاجي. بس ما عليك، انا هالمزاجيه اقدر اسيطر عليها، اموري طيبه. فانا اعدد السلبيات اللي عند هالانسان حسب افهمه اكون فاهمتنه. اعدد ايجابيات هذا الانسان حسب اقدر اتعامل معاه واتقبله. اشكاليتنا في العلاقه الزوجيه اول ما نتزوج الحياه عسل، ما في احلى منها. من اول يوم حب وغرام، خلص شهر العسل تبدا المشاكل. ليش؟ من يقول لي ليش؟ يلا يلا يا جماعه، ترى حماسكم مو بعيبني، بسكم باردين. محيد الحريم باردات ما شاء الله عليكم، محيدكم مره. نبدا نكتشف. شو نبدا نكتشف؟ نبدا نكتشف النفاق ماله، نبدا نكتشف انه كذاب وخريط.
شو نبدأ نكتشف؟ الواقع فيه مشاكل وشغل والتزامات. زين، نتعود على بعض. شو يعني نتعود على بعض يا عيش المنهالي؟ يدخلون الحياة الواقعية والمسؤوليات؟ لا، ضمن حصول على الطرف ويبدأ يرجع لطبعه ويقلل المجاملات. يبدأ يرجع لطبعه، يعني كان ينافق الجانب اللي ما نحبه. ايوه، نبدأ نستكشف الجانب اللي ما يحبه. في شيء ثاني بعد غير ان نستكشف الجانب اللي ما نحبه. ها، شو رايكم؟ السبب في ان نحن في البداية نكون، خلينا نقول اثنين تزوجوا بعض. حلو. اول ما تزوجوا بعض في ليلة العرس صار طلب عصير، يابلها عصير فيه ملح. تخيلوا، يوم بتشرب العصير بتشربه بتقول الله وايد حلو يا حبيب قلبي، مشكور على العصير الحلو فيه ملحة. بعد شهر لو يابلها عصير فيه سكر زيادة بتشرب تقول اخ شو هذا، ما تعرف تاخذ عصير؟ كم مرة جبت عصير، حتى اول يوم العرس اذكر جايب عصير فيه ملح. طبعا ما في عصير فيه ملح بس هذا مثال. فاذكر من اول يوم العرس جايب عصير فيه وتبدا تتذكر. ليش ما زعلت في بداية الزواج؟ لأن نحن دائما الأزواج والزوجات في بداية الزواج يركزون على إيجابيات الطرف الثاني وما يشوفون سلبياته. يضخمون الإيجابيات وما يركزون على السلبيات. بعد الزواج، بعد فترة من الزواج، يبدأ الزوج يطالع يركز على سلبية المرأة، والمرأة تركز على سلبية الزوج، ويدخلون في صراع ما ينتهي مع بعض. ليش؟ لأن كل واحد فيهم مركز على سلبيات الطرف الآخر. أستاذ محمد أنت هذا ما تعرفه، والله انك ما تعرفه تتحسبه هذا شخص عادي، ما عليك منه، هذا اول ما اخذني سوى بعد ما اخذني والله ولا يفتكر ولا يتصل ولا يسال، ويوم يطلع من البيت ولا يستاذن ولا يقول لي انا بروح ولا شيء ولا سائل عني. ليش؟ لان نحن دخلنا في صراع تركيز على السلبيات، دخلنا في صراع التركيز على سلبيات الطرف الاخر. الشاعر شو يقول؟ يقول عين الرضا عن كل عيب كليلة، لكن عين السخط تبدي المساوئ. يعني عين الرضا، إذا أنا أنظر لإنسان إنه إنسان مميز، الحين أنا طالع مثلا هدى سالم، وهدى سالم في وجهة نظري إنسانة مميزة، إذا غلطت شو أقول؟ يا أخي ما غلطت هدى حليلها، شو قالت؟ ما قالت شيء. زين، بس أنا مثلا عايشة المنهالي أنا ما دانيها، طبعا محشومة بس هذا مثال، أنا ما دانيها. فيوم تغلط، لو غلطت نفس الغلط اللي غلطته هدى، انا شو بقول؟ يا اخي شو هالاسلوب يا استاذ عايشه، شو هالكلام، مو بطريقه هذه. ليش؟ لاني انا راضي على هدى ومو براضي على عايشه، مع انها اللي سونا نفس الشيء، هذه سوت نفس الفعل، بس لاني راضي على هذه فاغض الطرف، وغضبان من هذه فادور لها على الغلط. فالمشكله الاساسيه ان المراه او الرجل ما يتقبل المرأة، والمرأة ما تتقبل الرجل، فيبدأ الصراع بينهم على كيف نطلع مشاكل الآخرين، كيف نطلع مشاكل الطرف الثاني، كيف أطلع زوجي غلطان، كيف أوقف له على الوحدة. وينعاد ما شاء الله المستشارات الأسريات المميزات اللي هن الحريم طبعا، يعني بنت عمك وبنت خالتك وأختك، اللي كل وحدة فيهن مسوية مثلا إنها خبرة في المجال الأسري وتعرف كيف تحل المشكلات، وتقول لك ما عليك منه، راويه العين الحمراء، ما عليك منه، لا تسوي له سالفه، ريال ما يعطون وجه. وهذا اخطر كلام يا اخواني واخواتي، ما في اخوان هنا يظني كلهم بنات. فهذا اخطر كلام ينقال. ليش؟ لان باختصار اذا المراه استخدمت اسلوب الشده، اسلوب العين الحمراء، اسلوب العنف مع الزوج، اسلوب مرادده الزوج، انا ما اقصد انها تكون ذليله، لا لا لا، انا اتكلم ان يوم تستخدم اسلوب قاسي في التعامل مع الزوج، هذه المرأة فجأة بقدرة قادر تتحول إلى أبو ناصر. والرجال ريلك إذا شاف أبو ناصر قدامه بيكسر راس أبو ناصر، لكن لو شاف أنثى ضعيفة قدامه يضعف قدام الأنثى، الرجل ما يقدر. خذوها من ضمن الأسرار، خذوها سلاح لكم.
ريلك يبي يسوي اي شيء امشي معاه، راويك انك راوي حتى لو ما يعيبك. ليش؟ لانه راعي العيون السود اللي ما في مثله، الملاك اللي ما يغلط. لا يا جماعه، لان المراه، انا دائما اقول هالكلام ويزعل بعض الشباب، لكن هذا علم. الرجل يا جماعه مهما ارتفع شأنه في النهايه يتبع زوجته. تخيلوا، الرجل مهما ارتفع شأنه في النهايه يتبع زوجته. متى؟ اذا استخدمت انوثتها، مو اذا استخدمت رجولتها، عفوا عن اللفظ. بعض الحريم تستخدم رجولتها مع الرجل. زين كيف؟ منو بكلام ان والله المراه الرجل يخضع لها؟ سؤال زين، سؤال جدا جميل او سهل. الحين السؤال هذا شو يقول؟ يقول فرعون مو بأطغاة البشر، فرعون مو بقال انا ربكم الاعلى، فرعون مو بقتل الاطفال وما خلى حد. فرعون هذا سمع كلام منو؟ يا يقتل موسى. يوم يقتل موسى، منو اللي ما خلاه يقتل موسى؟ زوجة فرعون. فهو ما سمع كلام الكل وسمع كلام زوجته يوم استخدمت اسلوب الحكمه. قالت له قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. المرأة الحكيمه الزوج يتبعها غصبا عن خشمه. الحمد لله انا ما في رجال يسمعونا، ياسين خرب الحريم نحن الله يعين. زين المرأة الحكيمه الزوج يتبعها. النبي عليه الصلاه والسلام يوم طلع من الغار وين راح؟ راح عند خاله؟ راح عند عمه؟ راح عند يده؟ راح وين؟ يلا قولوا يا حريم، قولوا يا بنات، راح عند وين؟ يوم طلع من الغار وين راح النبي صلى الله عليه وسلم؟ عند خديجه. يا سلام يا امنه، امينه زوجته خديجه، ممتاز. ليش راح عند زوجته خديجه؟ لان خديجه حكيمه يا جماعه الخير. يوم دخل عليها وهو خايف يرجف يقول زملوني زملوني، قالت له والله لا يخزي الله ابدا، انك لتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، وذكرته بميزاته. لو حرمه ثانيه غير حكيمه شو بتقول؟ خير خير، شو مستوي؟ شو مسود وجهك؟ جاي بالعيد شكلك الله يستر، شو فيك ريال انت ليش تتنافض؟ صح؟ لانها مش حكيمه. لكن خديجه كانت حكيمه. لذلك أنا أقول في رؤية النفسية لو كانت خديجة موجودة، عائشة موجودة رضي الله عن الجميع، النبي صلى الله عليه وسلم ما بيروح عند عائشة، بيروح عند خديجة. مو بنقصا في عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، لكن حكمة خديجة أعلى من حكمة عائشة رضي الله عنها. حكمتها في طريقة التعاطي مع المشكلات، في طريقة حل المشكلات، في طريقة أعلى عائشة رضي الله عنها. فالرجل شيء ثالث بعد، نقطة ثالثة، النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس مع الحريم فيقول لهن، وركزوا على هالكلام، يقول لهن لم أرى أشد على عقل الرجل الحازم من إحداكم. يعني ما شفت أشد على عقل الرجال الرزين من وحدة منكن إذا استخدمت أنوثتها، مو إذا استخدمت رجولتها. يعني يا جماعة إذا جبنا ديك وحطيناه ديك شو بيصير؟ بيضاربون. شلينا هالديك وحطينا دياية شو بيصير؟ بيتراضون. أنا ما أقول لك استوي دياية، أنا أقول لك استوي أنثى. لا تحسسين ريلك انك انت ابو ناصر يبي يتضارب وياه، لانه بيتضارب وياك، بيعانك. الزوج اللي ما يسمع كلامك، لو انت كنتي لينه هينه، كنتي تستخدمين اسلوب الانوثه، الرجل يضعف امام الاسلوب هذا، ما يقدر يتحمل. خذوا مني يا خواتي، لا تسمعون كلام اللي يخربون بيوتكم، لا تسمعون كلام بعض الاخوات خاصه اللي عندهم خبره في المجال. يعني مجال شو؟ مطلقه 3 مرات وتقول حق ربيعتها اللي متزوجه ما عليك منه، والله خليه يولي انا بزوجك سيد سيده، وتيس تحت وراها لين تتطلق وتجلس عدالها ويروحون الكوفي مع بعض ويرجعون، بس ما في شيء، ما استفادوا شيء. هذه خربت بيتها وتبى تخرب بيت ربيعتها بعد، فتعطيها من خبرتها. خبرتك في اي مجال، انت مطلقه 3 مرات ما في زوج نفع وياك، مش لانك انسانه سيئه، لا، لانك ما تعرفين اسلوب التعامل مع الطرف الاخر. انزين، العلاقه الثانيه يا جماعه تكون مبنيه على العقلانيه والحساب منطقي لجوانب الطرف الاخر. يعني الشخص العقلاني، زين استاذ محمد احنا الحين تزوجنا رحنا فيها خلاص طاح الفاس في الراس، شو نسوي؟ ابدا اعيد صياغه الجوانب العقلانيه مع الزوج، ابدا اعيد تنظيم اوراقي، ابدا اعرف كيف اتعامل مع هذا الزوج. اشكاليتنا الكبرى اذا صار اي خلاف زوجي، اي خلاف زواجي، على طول نبدا شو؟
نبدا نبدا نتحسف على المشكله، نبدا نتضايق من الموقف اللي يصير. يا اخي ليش شي عاملني زوجي؟ يا اخي ليش كذي؟ ولو تلاحظون كل مشاكلكم اللي تمر عليكم كلها تنعاد من اول ما تزوجتوا لين اليوم. واذا غلطان حد يكتب لي لا لا غلطان. نفس الكلام، نفس المشاكل، نفس الخلافات تنعاد، سواء كان هذا الخلاف على بيت، خلاف على تربية العيال، خلاف على خيانة سواها الزوج، خلاف على أي موضوع، تلاقي نفس الموضوع ينعاد مرة ومرتين وثلاث وعشر. أتضايق، أزعل، أطلع من البيت، أطلق فترة، أهجره فترة، بعدين أرجع له، ونفس المشاكل تنعاد. إذا أنا غلطان حد يكتب لي يقول لي لا أنت غلطان، وأنا أتقبل النقد، ما عندي إشكالية. زين، العلاقة المبنية قلنا على بعض الناس ياخذ بناء على الجسد، والله هي حلوة، والله هو حلو ما شاء الله عليه، ريال جميل، فأنا أخذه لهذا الغرض، لكن ما انتبهت وقيدت بالطريقة الصحيحة، فركزت على الجسد وأهملت باقي الجوانب اللي بنتكلم عليها في التقييم، لابد نركز عليها. علاقة مبنية على المصلحة الاجتماعية أو المادية، علاقة مبنية على الهروب من منزل الأسرة. بعض الأخوات تبغى تطلع من بيت أهلها بأي طريقة لأنهم ضاغطينها، فتتزوج أي حد، حي الله منو ما أخذنا ناخذ، يطلع واحد عصبي، يطلع واحد بارد، بعدين هي تبتلش بعد ما تكون اختارت بطريقة متسرعة. العلاقة المبنية على الدين، بعض الأخوات تشوف مطوع، خلاص أنا أبغى مطوع، أبغى إنسان يصلي، أبغى إنسان. طيب هذا المطوع وهذا اللي يصلي فيه خير وفيه بركة، بس شفتي الجوانب الثانية؟ ممكن يكون ملتزم ويصلي وكل شيء، لكن يضرب ايده، لكن يضرب ويمد ايده، لكن بخيل، لكن في كثير ظروف لابد انا اركز على الجوانب العقلانيه كلها. زين، مقياس فهم الرجل، في عندنا 5 مقاييس اساسيه، لو فهمناها بنفهم كيف نتعامل مع الرجل. لازم اشوف هذا الرجل اللي انا اتعامل معاه شو الابعاد اللي بارزه عنده اكثر. بمعنى هي 5 أبعاد. البعد العاطفي، هذا الإنسان ميوله العاطفية هل هي عالية ولا قليلة؟ وهني من نقيس الميول العاطفية لازم نكون عقلانيين في التفكير، ما نقول ما عليك ما يحبني، لا، لازم أجلس مع نفسي مثل ما يقولون جلسة صراحة، أنا أكون صريحة مع نفسي شو اللي أبغيه وشو اللي التقييم يكون عقلاني. زين، البعد الثاني اللي هو البعد الجسدي، هذا الإنسان أنا أرتاح لجسده كم بالمية، كم أتقبل جسده، كم أتقبل وجود جسده في حياتي. زين، مش إنه جسده يعني يكون معضل وسكس باك، لا لا لا، يعني أنا أتقبل جسمه حتى لو كان مكرش شوية عادي، بس أنا متقبل جسمه. البعد العقلي اللي هو شخصية هذا الإنسان، أنا أتقبل شخصيته يعني كم في المية. بعض الناس زوجها مثلا والله هو صراحة زوج اجتماعي وايد وفرفوش وكذا، بس وياي أنا ما يدانيني. ايش معنى يا الناس كلهم اوكي وياي انا لا؟ والله ما اعرف، اساله، انتم الريايل ادرى ببعض استاذ محمد، ما ادري اصلا، انا عارفك انك بتوقف وياه وبتقول هو ما في اخير عنه، انتم الريايل دائما توقفون مع بعض. لا، لابد نكون عقلانيين. ايش معنى هو مع الكل اوكي، معاي انا ينكد علي؟ في مشكله لازم نبحث فيها، فلما نتصارح في مشاكلنا بنعرف نتواصل مع مشاكلنا بالطريقه الصحيحه. زين، البعد الثاني البعد الروحي، يعني هذا الزوج شو تدينه؟ بمعنى التدين يا جماعه 3 انواع، عندنا التدين السلوكي، عندنا التدين الانفعالي، وعندنا التدين المعرفي. شو تدين السلوكي؟ ان الانسان الصلوات ال5 ما يفوتها، اول واحد في المسجد تقول لك ما شاء الله على ريلي، من ياذن فز ونش يصلي، زين، لكن بخيل، لكن ياكل اموال الناس بالباطل، يضرب عياله، يمد ايده علي انا، والله ما ندري هالصلاه وين نفعته. هي مش قضيه وين نفعته، هو تدينه اساسا سلوكي، بمعنى ان التدين عنده العباده يؤديها بالطريقه الصحيحه، لكن المعاملات عنده فيها خلل. زين، الجانب الثاني او النوع الثاني من التدين اللي هو التدين الانفعالي. سجلوا وراي يا جماعه، ترى هذا الكلام اذا ضاع عليكم بتخسرون وايد اشياء، اكتبوا يا جماعه. واللي ما عنده سؤال في نهايه الدوره بنفتح فقره الاسئله، واللي عنده سؤال يتفضل اذا ما فهم بعض النقاط او شيء. زين، البعد الثاني البعد الروحي، اللي قلنا الجانب الثاني في التدين اللي هو الجانب الانفعالي. بعض الاشخاص تدينه عباره عن انفعالات سواء كان رجل او امراه، لكن في الرجل اكثر تدينه عباره عن انفعالات، الدين بيضيع وهذا شو كذي، وكل حياته عباره عن انفعالات في التدين. عيالك ما يصلون، ليش ما تحضينهم على الصلاه؟ وهو يقصر في الصلاه ولا يروح المسجد. عيالك ما راحوا المسجد وهو يصلي في البيت. الجانب التدين عنده جانب انفعالات، جانب غضب. الجانب الثالث اللي هو التدين المعرفي، اللي هو مبني على فهم عميق لأخلاقيات الدين، فهم لسلوك الدين ومعرفة الدين، يعني سلوكيا مميز ومعرفيا مميز، وانفعاليا يعرف يتعامل مع
الخلافات الدينية بطريقة عقلانية، بمعنى أنه عنده قيم الصدق، قيم النقاء، قيم الإخاء، قيم الأخوة والتقارب والأخلاقيات اللي في الدين، زائد العبادات اللي قاعد يؤديها. فمن عكس هذه على هذه فيطلع تكوين طيب. إذن إذا كنت أنا مرأة تديني معرفي، هل يصلح لي زوجي إذا كان سلوكي؟ نعم. إذا كنت أنا مرأة تديني معرفي، هل يصلح لي زوجي إذا كان انفعالي؟ نعم. المعرفي يغطي على الاثنين، لكن إذا كنت أنا تديني سلوكي وزوجي تدينه انفعالي، رحنا فيها. أنا بسوي سلوكيات، وإذا غلط يعني ملتزمة في الدين، إذا سويت غلطة خارج نطاق العبادة بيعصب علي لأن تدين انفعالي. شو جي تسوين؟ ما يصلون بهالطريقة، عن أبو شنو فعلت صلاتك؟ تبدأ الانفعالات زائد السلوكية، فتبدأ يبدأ الخلل في التعامل. البعد الرابع اللي هو البعد الاجتماعي. الزوج هذا في طريقة تعامله، في طريقة ثقافته، في طريقة دراسته، مش تعامله عفوا أنا آسف، في طريقة مستواه المادي والثقافي. هل هو أعلى عني؟ هل هو مساوي لي؟ هل هو أقل عني؟ لازم أقيم هذه الحالة، لأن إذا أعلى عني لها طريقة في التعامل، وإذا وسط مثلي وإذا أقل عني لها طريقة في التعاطي والتعامل. أجمع هذه الأبعاد الخمسة، كل بعد أعطيه تقييم 20%. بمعنى البعد العاطفي عنده كم من 100؟ البعد الجسدي البعد العاطفي عنده كم من 20؟ 19 15 من 20. البعد الجسدي كم أتقبله من 20؟ البعد العقلي كم؟ الروحي كم؟ الاجتماعي كم؟ هذه كلها أجمعها فيطلع عندي تقييم مال مقياس الرجل حسب أفهم شخصيته. نفترض أنه فاشل فيهن كلهن إلا وحدة، البعد العقلي، أو فاشل فيهن كلهن إلا وحدة، البعد الروحي، أو فاشل فيهن كلهن إلا البعد العاطفي، أو فاشل فيهن في 3 وناجح في 2، يعني 20 هني و15 و19 هني، ففي نقاط عالية. أبدأ أركز على هذه الأبعاد وأتعامل مع هذا الزوج عن طريق هذه الأبعاد. بمعنى هو شخصيته فرفوشة بس يا أخي قصر في الصلاة، فالجانب البعد الروحي عنده ضعيف، ما أركز على البعد الروحي وأبدأ ألومه. أنا زوجي جتني أنا وحدة مرة في المكتب تقول لي أستاذ محمد أنا أشكي لك من زوجي ما عنده مشاكل بس أنا مضايقة لأنه ما يصلي. زين وأنت شو تسوين؟ ما اسوي شيء، الا اسوي عوضه طول اليوم. وهذا حالي انا كل يوم، ها صلاه، ها صليت، ها سويت، وتبدا كل. اكثر شيء يكرهه الشخص، او خلينا نقول يكره الزوج اكثر من المراه. ترى المراه عادي اذا الزوج سوى لها مواعظ عادي، بس الرجل ما يتحمل المواعظ، خاصة الرجل العربي ما يتحمل الموعظة من المرأة. مش الموعظة يعني خاف الله، لا، ما يتحمل المعاياوية المرأة، ما يتحمل ردة فعلها يوم تنصح. يا أخي مو بكذي، قلنا لك يا أخي أنت كم مرة بتتعلم، يا أخي تعبت وأنا أقول. هذا الأسلوب خطأ مع الزوج، خطأ مع الرجل، لأنه ما يتقبله. خاصة إذا كان عندك طفل، ولد بالذات مراهق، ما ينفع معاه المواعظ، ما ينفع خاف الله ومو بزين عليك وشو هذا ويا أخي صل الله بيغضب عليك. هذا الأسلوب ما يليق أبدا. زي كيف ما يليق؟ يعني ما أنصحه، يعني أنصحه بس بعد ما يحبني. كيف بعد ما يحبني؟ يعني أنا ملاحظة أن هذا الزوج عنده خلل في مجال معين، أنا أركز على الجوانب الثانية أنميها أكثر، بعدين أركز على الجانب الثاني. مثل ما كان يسوي النبي عليه الصلاة والسلام. شو كان يسوي؟ يوم كان يلاقي خطأ ما كان ينصح مباشرة. أول شيء الصحابة شو قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان عليه الصلاة والسلام يتخولنا بالموعظة، يعني يختار الوقت اللي يوعظنا فيه، ما يوعظنا في أي وقت، يختار متى بيوعظ ومتى الوقت المناسب للموعظة. مش أي وقت أقول لك مو بكذي الحياة ترى لا لا لا، لازم أختار الوقت المناسب. هذا رقم 1. رقم 2، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصح حد من الصحابة، أول شيء كان يسويه كان يقدم ميزاته. كيف يعني يقدم ميزاته؟ يعني يقول نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. بعدين ينصحه يقول إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. بعدين يبدأ ينصحه يا معاذ إني أحبك. بعدين يبدأ ينصحه إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك. فدائما يقدم ميزة الإنسان بعدين ينصحه. فأنا لابد أقدم ميزة الزوج. والله يا ابو فلان تعرف انه يعيبني فيك شو؟ طبعك فرفوش ما شاء الله عليك، والله ان اسلوبك يعيبني ما شاء الله عليك، بس بتخبرك يا اخي حاول بطريقه انك تضبط الصلاه وكذي، والله انك يا حبيبي ما تقصر، بس الصلاه بعد مطلب بالنسبه لك انت، انا عادي عندي لو ما تصلي هذا بينك وبين ربك، بس يعني لو نحاول انا وانت نتدرب، ترى الصلاه يبغى لها تدريب مثل التمارين.
لو انت تروح الصاله تتدرب او تروح تسوي رياضه، اول مره تكون ملان وطفران وتعبان، مع الوقت تبدا تزيد لياقتك. الصلاه نفس الشيء، اول مره تروح تصلي تتثاقل في الصلاه، بس يوم تتعود خلاص تروح. وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، صبر نفسك عليها. فالصلاه رياضه لكنها رياضه روحيه، فتحتاج الى صبر، تحتاج الى لياقه تدريجيه مع الزوج. طيب لو كان عنده وحده من هالابعاد، احس الصوت كأنه راح عنكم، لانه يكتب لي انترنت انستيبل. تسمعوني الصوت واضح يا جماعه؟ انتوا رقدتوا يا جماعه ولا وين رحتوا؟ انا من الصبح اضرب عليكم. صوت واضح تماما. تمام. طيب الابعاد الخمسه اظني واضحه. تمام. الثقه بالنفس يا جماعه واثرها في الزواج، هذه جدا لازم ضروري لازم نفهمها. لازم نفهمها يا جماعه الخير، نستوعب بشكل صحيح. شوفوا يا جماعه، شوفوا يا جماعه الخير، الثقه بالنفس عند الزوجين مطلب، ولكن مرات تصير مشكلات بسبب الثقه بالنفس، ومرات تصير مشكلات بسبب عدم الثقه بالنفس. بمعنى نفترض ان زوجه واثقه من نفسها، ثقتها بنفسها عاليه، وزوج ثقته بنفسه عاليه، فهذا زوج واثق من نفسه وهذه زوجه واثقه من نفسها، وتزوجوا. شو تتوقعون بيصير؟ يلا اعطوني رايكم. بيختلفون، بيتكاملون، بيتضاربون؟ شو الراي؟ وين عايشه المنهالي؟ وين امينه؟ وين عليا؟ وين ندى؟ وين هدى سالم؟ نسحب الشهادات ولا شو نسوي؟ يتفقون، يختلفون ويبتعدون، حلو، حسب الموضوع. تمام. بيكملون بعض اذا تفاهموا، حلو يا عيش المنهالي، حلو، قربتي. كل منهم يفترض صحة رأيه. احسنتي، احسنتي يا زينب محمد، يا سلام عليك. والله يا جماعة الحريم ما في مثلهم إذا شغلوا عقولهم. والله العظيم المرأة إذا شغلت منطقها وعقلها تكون أرقى من الرجل. والله العظيم إذا المرأة شغلت عقلها، خاصة في مجتمعنا، المرأة إذا شغلت عقلها تستوي داهية العرب، لكن إذا شغلت عاطفتها تستوي دياية العرب. فأنت اختاري، تبين تكونين داهية ولا دياية؟ بسبب بسيط جدا، ترك بسيط. شو هالترك؟ أني أستخدم عقلي بدل ما أستخدم عاطفتي، بدل ما أستخدم انفعالاتي. كل مرة تصير لي نفس المشاكل وتنعاد بسبب شو؟ أن أنا ما أدور على حلول، لا، أنا أتحسف وأتضايق. أي يسألون يا أخي ليش الزوج كذي؟ يا أخي ليش أهله يعاملوني بهالطريقة؟ وإلى آخره. بسبب أن أنا رضيت أني أشغل عاطفتي، ما رضيت أني أشغل عقلي. فشو رأيكم؟ واثق وواثقة شو وضعهم؟ يلا جاوبوا لي ما أشرب ماء. واثق مع واثقة، شو الرأي؟ بسم الله. ما أتوقع الشيء بيضر الموضوع. زين يا عليا. زين شوفوا، إذا المرأة واثقة من نفسها والزوج واثق من نفسه، هم يتكاملون، لكن في إشكالية. يبدأ الصراع على السلطة. مثل ما قالت زينب، كل واحد يفترض أن رايه هو الصح، لأن ثقته بنفسه عالية يبقى يفرض هذه السلطة، فيبدأ الصراع على السلطة، منو اللي يفرض رايه. إذا كانت قيمة الحب عندهم عالية جدا بيتجاوزون هالمشكلات، بيظل في صراعات لكن الحياة ماشية. زين. فبالتالي الواثق من نفسه إذا خذ واثقة من نفسها بيتكاملون، ولكن يبدأ الصراع على السلطة. فصراعهم على السلطة اللي صاير، الصراع هذا اللي صاير على السلطة سببه أن كل واحد يبي يثبت صحة وجهة نظر الآخر، كل واحد يبي يطلع نفسه هو الصح والطرف الثاني مخطئ، بسبب ثقة الزوجة العالية وثقة الزوج العالي. فبالتالي إذا خذ واثقة بيتكاملون، ولكن يبدأ الصراع على السلطة. زين، السؤال الثاني منو بنسأل؟ بنسأل هدى سالم. هدى سالم، إذا قلنا زوج واثق تزوج زوجة غير واثقة، شو رأيك؟ أول شيء قبل الإجابة على السؤال، الواثق يا جماعة شو يعني الواثق؟ الشخص اللي يسوي الشيء اللي هو يشوفه صح حتى لو الناس شافته غلط، ترى مش العنيد.
الشخص اللي يسوي شيء هو يشوفه صح حتى لو الناس شافته غلط، لانه مقتنع باللي يسويه. زين، مقتنع، ما يبحث عن الناس يطمئنونه، ما يبحث عن الطمأنة من الخارج، ما يبغى الناس يقولوا والله انت زين عسى يرتاح، لا، هو واثق اساسا من نفسه. زين، فاذا واثق اذا واثق تزوج غير واثقه، شو بيصير؟ يلا يا هدى سالم، تابعوا لي هدى سالم، اذا ما جاوبت بنشل عنها الشهاده. ها، الياس يهددكم من الصبح. اذا احتواها وعززها فالامور طيبه. الله عليك يا اخي هدى، يوم اقول لكم الحريم ما في مثلهم يا جماعه، يوم اقول لكم ما تسمعون كلامي. شوفوا، اذا احتواها وعززها فالامور طيبه. كيف يعني غير واثقه؟ بعض الحريم شو يسوون؟ بعض الحريم شو يسوون يا جماعه؟ بعض الحريم يوم تتعدل 24 ساعه تسال الزوج، ها شو رايك فيني انا حلوه؟ ها شو رايك في لبسي حلو؟ ها شو رايك انا حلوه؟ ها شو رايك فيني طبخي حلو؟ شو رايك؟ كل شوي تسال، فهو يستغرب، بلاش خلاص قلت له والله حلوه شو فيك؟ بعد ساعه ساعتين، ها شو رايك انا حلوه؟ صدق انا حلوه؟ صدق ما تفكر تشوف وحده ثانيه غيري؟ ما تطالع غيري انت؟ مش لانها هي تشك فيه. بعض الازواج هي طفران، يجيني في المكتب استاذ محمد مش طبيعيه الانسان تشك، هي ما تشك، هي عندها عدم ثقه، فتباك انت تعزز هذه الثقه فيها اكثر. الزوج الواثق يستغرب، شو اللي يعني يقول انا انت حلوه؟ طبعا حلوه، ما خلاص يعني قلنا حلوه من البدايه. لا صدق انا حلوه. زين عطري حلو. زين لبسي كيف؟ تسريح شعري كيف؟ بالله عليك، الموقف بيحكي هذه الزوجه. تمام، السؤال بعده حل هذه، وبعد شوي بنسال عليا، بتطيحين في الحفره يا علي. انتبهي، اذا غير واثق تزوج غير واثقه، شو رايكم؟ شو اللي ممكن يصير؟ اذا غير واثق تزوج غير واثقه، شو اللي بيصير؟ ها، السؤال كان عند منو؟ السؤال كان عند عائشه. يا سلام جاوبتي. يحتاجون مساعده صديق فعلا. ليش يحتاجون مساعده صديق؟ هني في هالحاله ضروري الاهل يتدخلون، لكن مو اي اهل، لا، الاهل اللي عندهم حكمه عاليه. بمعنى اللي غير واثق يبى الطمأنة من الزوجه، ها شو رايك فيني اليوم؟ انا سويت لك شيء حلو، وهي ها شو رايك فيني؟ انا كاشخه، شو رأيك؟ تبدا الخلافات بسبب عدم الثقه، هذا يبى طمأنة، هذه تبى طمأنة، فما يرتاحون مع بعض. فهني لازم يتدخلون الاهل في اتخاذ القرارات، لازم الاهل هم لكن مو باي اهل. الاهل اللي يقولون لا والله بنتكم مو بغلطانه، ولدنا اللي غلطان. الاهل اللي يقولون لا والله بنتنا مو بغلطانه، عفوا اللي يقولون العيال اللي يقولون لا والله نحن بنتنا اللي غلطت، ولدكم ما غلط. بالطريقه هذه في التعاطي شو يحصل؟ يحصل التركيز على انه، لحظه دقيقه يا جماعه الخير، ثانيه واحده بس. سموحه يا جماعه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. شو كنا نقول؟ فاذا كان غير الواثق، اذا غير الواثق يبحث عن الطمأنة، وغير الواثقة تبحث عن الطمأنة، لابد يتدخلون الأهل اللي يجمعون على بعض. بمعنى أهل البنت يقولون لا والله بنتنا اللي غلطانة، لازم تسوي كذي وهي غلطت، ولازم لا، هذا مو اللي سويته غلط، ما يصير. واهل اهل الولد او اهل الزوج يقولون لا والله ولدنا اللي غلط في حق بنتكم، بالعكس
فحكما من أهله وحكما من أهلها، هذيل هم اللي يرتبون حياة الطرفين. وأنا دربت بعض الأشخاص على إدارة الزوجين، أجيب الأبو وأجيب الأبو الثاني، أنت تعامل البنت بهالطريقة وأنت تعامل الولد بهالطريقة، فتتكامل الحياة وتمشي بطريقة صحيحة. طيب، إذا قلنا بنسأل عليا. عليا يلا دورك. وين عليا راحت؟ لا تشردين، زخوها عليا، زخوها. عليا إذا غير واثق تزوج واثقة، يعني رجل غير واثق من نفسه تزوج مرأة واثقة من نفسها. عليا اختفيتي، شو طلعتي من المحاضرة يوم قلنا بنسألك؟ شو رايكم إذا غير واثق تزوج وحدة واثقة من نفسها، شو بيصير؟ بيتبعها بعد. بس شو يعني لازم تكون حكيمة ولا بتطيح راسها؟ لازم توضحوا لي. مرأة واثقة من نفسها جدا وزوج غير واثق من نفسه، متخيلين الموقف؟ تخيلوا الموقف. أول شيء بتدبر أمور البيت كاملة. أحسنتي يا عليا، بمعنى آخر يا عليا قربتي. اتكالي، لا مش اتكالي، أنا أتكلم غير ناقص الثقة، غير الاتكالي. الاتكالي له سمات، وناقص الثقة اللي غير واثق له صفات ثانية. شو رأيكم؟ قيادية، حلو يا انسبشن، حلو يا استاذنا. جميل، بس مش ما بتكون قيادية يا جماعة. أنا أبى أصفق الهدى سالم. هدى سالم هذه عجيبة. زين يا مشاعل، بيصير نفور. أحسنتي. شو سبب النفور يا جماعة؟ تعرفون شو السبب؟ تقول لك هدى هي المسيطرة، ولو ما أحسنت التصرف قد يشعر أنها رجل وينفر، وخصوصا إذا كان يغار من ثقتها. شوفوا كيف الكلام. الغير واثق، أنتم ما انتبهتوا، الغير واثق يبى الطمأنة، يبى حد يطمنه، يبى حد يقول له أنت موجود، أنت ما شاء الله عليك، يبحث عن الطمأنة. الواثقة ما تبحث عن الطمأنة. فالمرأة يوم تكون واثقة والزوج غير واثق، هني الحياة تكون جحيم. ليش؟ لأنها هي بتنافس ذكورية الرجل، فبتصير هي الرجل وهي المرأة. بعض الأخوات تقول أستاذ محمد أنا الرجال وأنا الحرمة في البيت، شو أسوي؟ مو بيدي. أقول أنت غلطانة. ليش أنا غلطانة؟ أستاذ محمد أدري أنك بتغلطني، أنتم الرجال كلكم كذي. أنا أصلا كنت مترددة أي عندك أخذ استشارة، لأن أنتم الرجال كلكم كذي. أنا قاعد ألومك لأنك أنت اللي غلطتي، لأنك أنت نافستي ذكورية هذا الرجل. هذا الرجل أنت ما حاولتي تحتوين هذه الثقة، عدم الثقة، ما حاولتي تشبعين هذه عدم الثقة والطمأنينة، ما حاولتي تعطينا أدوار رئيسية في البيت، ما حاولتي تحسسينا برجولته. لا، بعضهم لا أنت مو بريال، أنا بطلع على كيفي، بروح على كيفي، والله ما بقي إلا أنت تتحكم فيني. ويبدأ الصراع. وإذا خسروا الزوجين بالطلاق وانتهت علاقتهم الزوجية، نلوم المرأة. يلا شو رايكم؟ نلومها ولا ما نلومها؟ نلومها. عاد هدى سالم عاد نفخناها شويه، قامت تمشي معنا على الخط. اي شيء بنقوله ترى مو بكل شيء تقولين هي، عقب يقول لك انت واقفه مع الريايل، ما يصير. انتبهي. انزين، احسنتي يا عايشه المنهاري. شوفوا يا جماعه، السؤال الحين سؤال: اذا صار خلاف زوجي بين الرجل والمراه، اللوم منو دائما؟ يلا اللي بيجاوب بعطيه شهادتين، مشاهده واحده بس عن نفس الدوران، نفس الموضوع، ما بعطيه شهاده عن دوره ثانيه، نفس الموضوع. شو رايكم؟ لو الاثنين غلطانين اللوم منو؟ شو رايكم؟ كلهم غلط. نبحث عن مسببات، غلط. هدى خلاص بنسحب منك الشهاده، ما حد يمدحك. الشخص المسؤول اللي يدير الموضوع غلط. الرجل غلط. اللي عنده صلاحيه اقوى
غلط. اللي بدأ عليا، أنا عندي خاصية الطرد ولا مو عندي؟ أطردها هالإنسان ولا شو أسوي بها؟ ها، نوضح المشكلة ونحلها. غلط، لازم نلوم حد. ما نلوم حد غلط، لازم نلوم حد. ها، شو رايكم؟ نقول حق منو أنت غلطان في تصرفك هذا؟ شو رايكم؟ نلوم منو؟ نلوم الرجال ولا نلوم الحرمة؟ انتم مستحيل تقولون نلوم الحرمة. شو؟ ها، صاحب المشكلة. شوف، كلهم ما يبون يقولون نلوم الحرمة. صاحب المشكلة منو بيكون؟ غلط، مو بصاحب المشكلة يعيش المنهالي. ها، المتسبب بها. غلط. شو متسبب؟ نسوي حوادث نحن جالسين متسبب؟ ها، اللي بيطلق زي ما في حد بيطلق. لا، ما نلوم المرأة، طيحتك في الحفرة. ما نلوم المرأة ولا نلوم الرجل ولا نلوم الاثنين ولا ما نلوم حد ولا نلوم العيال ولا نلوم المجتمع. عيال، شو نسوي عيال؟ إذا صار خلاف يا جماعة، أنا أتعمد أسوي هالأسلوب عشان تثبت المعلومة عندكم وما تنسونها. إذا صار خلاف بين الزوج وزوجته، زين، نحن نلوم الأعقل فيهم. أنا يوم تيني حالات بعض الحريم أقول لها أنت غلطانة، ويميني ريال أقول له أنت غلطان. طبعا الريال اللي اقول له تقول ليه معروف استاذ محمد، احنا نشوفك ترى على انستغرام كله مع انت تسمح لي لا تزعل مني، بس انت تساند الحريم صراحه. اقول له لا، انت غلطان لانك انت اعقل. ولوم المراه اقول انت غلطان لانك انت اعقل. في يوم يستوي خلاف بين المراه وبين الرجل، اللوم الاعقل. سؤال، انتم الحين تمشون في الشارع وياكم ولد صغير وقاعد يسبكم، مديتوا ايدكم وضربتوه. خلينا نعطي مثال، منو هي عصبيه عندنا؟ مشاعل اهدى وحده، بس بقول انها عصبيه. مشاعل وحده عصبيه واقفه في الشارع وياها واحد، ياها طفل يعني، ويجلس يغلط عليها ويسبها، مدت ايدها وضربته. الناس التموا عليها، بيلومون منو؟ ها، بيلومون مشاعل. ليش يا ترى؟ مع انه سبها وغلط عليها. بس يلومونها هي لانها هي الاعقل، مش لان هي اكبر عنه، لا، لان هي الاعقل. لو ياها مثال ثاني، لو ياها ريال كبير في السن وقاعد يسبها ويغلط عليها ومدت ايدها وضربته، بيلومون منو؟ بيلومون مشاعل. ليش؟ لان مشاعل اعقل. بيقول لا تحطين راسك براسه، مش لانه مينون، لا، لانك انت اعقل عنه. فيا خواتي، اذا صار خلاف بينك وبين ريلك، دائما المراه اثرها العقلي عالي ترى في المشكله، بس ما تستخدم هالعقل للاسف. فالحكيم هو اللي يلام، العاقل اللي اكثر اتزان هو اللي يلام. زي انا مو بمتزنه، خله هو اللي يتحملني. كيف يتحملك اذا هو ما يملك مهارات التعامل، ما يعرف شو يسوي، ما يعرف يحل المشكله وانت تملكينها؟ اللي دخل هالدوره تراها حجه عليها، انا مالي خص. يا ساعطيكم نقاط. انا اذا ما تغيرت مشاكلكم وحليتوها، معناته المشكله فيكم، مو في الريال اللي وياك، اللي وياك. عفوا. زين، وضحت سالفه الثقه بالنفس. ها، الحين بنبدا نحط اسئله، وابى احولكم الى مستشارين اسريين او مستشارات اسريات تحلون مشاكل الشعب. زين، الحين السؤال، اذا عندنا رجل كثير الانشغال، عندي زوج 24 ساعه مشغول، شو نسوي؟ ها، نتطلق؟ ها، شو الراي؟ التكيف. علي هذه بطردها انا من كثر ما تتكيف. بس عاد تكيف، نبى نفهم. غلط، مو بتكيف. مشغول في شو؟ غلط. في سوني بعد؟ غلط. اطلب منه اوقات محدده؟ غلط. ادير حياتي في ظل هذه الامور مع المحافظه على حدود مسؤولياتي، هذا كلام عام، هذا كلام مثاليات. زين، نبى كلام محدد.
اختصر عليكم الوقت، كل اللي بتقولونه غلط. ها، عشان ما حد يكتب شيء، شو رايكم؟ تنبونكم راقدين وما تكتبون. زين، كل اللي تقولونه غلط. ليش؟ الحين السؤال، انا يوم سالت هالسؤال جاوبتوا بعد ما فكرتوا؟ بعد ما جمعتوا معلومات؟ ولا بس كذي جاوبتوا؟ جاوبتوا تلقائي، والجواب التلقائي غلط. وهذه مشكلتنا الكبرى في حل مشاكلنا الزوجية. تستوي مشكلة مباشرة رد فعل، لا، لازم أجلس أتأمل، لازم أجمع معلومات، لازم أحدد طريقة تفكير، بعدين أجاوب. الرجل كثير الانشغال اللي عند هدى غير عن الرجل كثير الانشغال اللي عند ندى، غير اللي عند عايشة المنهالي، غير اللي عند عليا اللي بطردها بعد شوي، غير اللي عند كل حالة لها شيء خاص. لذلك أول نقطة نسويها نجمع معلومات. كيف نجمع معلومات؟ نبدأ نتساءل. زين، الزوج هذا شو نوع انشغاله؟ في شو مشغول؟ شو نوع الانشغال؟ هل هو منشغل عشان العيال؟ من شغل عشان يبى يبني بيت؟ من شغل عنده اشياء عند اهله يبي يخلصها، عنده اراضي بيبيعها، عنده امور؟ شو اللي شاغلنا؟ الشيء الثاني، اركز على اغتنام الوقت اللي هو مشغول فيه لممارسه هواياتي. بعض الحريم اذا ريلها غاب عنها خلاص الحياه تتوقف، وتجلس تراقب ومتبي وتحاسب بالدقيقه، وصارت 10 ونص ومايه، وصارت 11 ونص ومايه، وحياتها كلها تتريح الزوج. ليش يا جماعه؟ الحياه ترى كلها الحياه مش مبنيه على هذا الزوج ولا مبنيه على الزوجه. يا جماعه اذا هو مشغول انا اشغل عمري. ليش؟ لان اذا شغلت عمري ما بفكر في اشغاله هو وانه مش مهتم، انا بيكون عندي وقت فراغ وايد. بعض الحريم يوم تاخذ اجازه عند اهلها يومين ثلاثه ما تسال عن الريل. ليش؟ مش لانها ما تحبه، لانها منشغله باشياء ثانيه عند اهلها، عند كذا. اذا رايحه عرس مثلا، والعرس هذا في ابو ظبي وهي في مكان ثاني، مثلا خلينا نقول هي مثلا في دبي والعرس في ابو ظبي، هي بتروح ابو ظبي اليوم كامل ما تسال عن الزوج عادي، حتى يتصل ها ما سالتي؟ والله انشغلت ويا البنات والعرس وكذي. فيوم تكون هي مشغوله ما بتركز على الزوج. زين، بتكون مركزه على اشياء ثانيه، وبيكون اوقات اللقاء عند المراه والرجل قليله جدا، فالاحتكاك يكون قليل، فالشوق يكون عالي، فالسوالف تكون اكثر. زوجك اذا طلع من البيت هذه نعمه، احمدي ربك، افتكيتي منه ومن حشرته. من يطلع من البيت الحمد لله. مو يقولون نوم الظالم عباده، لا لا، طلعت الظالم عباده. فاذا طلع من البيت فك الحمد لله، فكني من مسؤوليه، بصير استانس، بصير الصالون، بسوي لي هال ما ادري شو تسوونها انتم، ماسك ما ادري شو، بسوي لي جلسه قراءه يوتيوب، بحضر دوره، بسوي، بفتك منه. فزوجي موجود يا مرحبا وسهلا، طلع من البيت الله يحفظه. ما يكون تركيزي كله ها وينه، متى بيرد، متى بيسوي. الطريقه هذه يا اخواتي الفاضلات، هالطريقه توترك انت، تخلي مشاعرك تبع لهذا الزوج. اذا هو موجود بستانس، اذا هو مش موجود بتضايق. غلط يا جماعه. هذا الزوج يكون له قيمه عاليه عندي، بس مش القيمه اللي تخليه كل حياتي، لا، جزء مهم من حياتي. مثل الصلاه، كل تصلن الله يحفظك، لكن تصلين من اول ما تنشن لما ترقدن؟ لا طبعا، تصلين من اول اليوم الصلوات الخمس، باقي الايام تسوين امور ثانيه. خلي زوجك مثل الصلوات الخمس، بل خليها الصلوات الثنتين يعني، لو صح الكلام يعني. صلي فيه الفجر وصلي فيه العشاء، بس لا تكثرين، لان كل ما كثرتي منه كل ما زادت عاطفتك، كل ما زاد تركيزك العاطفي، كل ما انفعلتي عليه اكثر. فاشغلوا اوقات فراغكم يا جماعه الخير اذا كان الزوج مشغول عنكم. الشيء الثاني، احدد اكون داعمه لهذا الزوج، مش دور المثبطه. بمعنى، زين استاذ محمد لو عنده بزنس بنقول ترى كله عند ربعه. زين، كيف انا اسحبه من ربعه؟ باسلوبي. الحين بالله عليكم، زوج طالع ويلس، انا ترى يا جماعه انا اتكلم بعلم، فاذا شفتوا كلامي يخالف العلم فروه عنكم لا تاخذونه. انا ما اتكلم اني اوقف في صف الزوج، انا اذا اتكلم كلام عقلاني اسمعوني. اذا هذا اوقف مع الريايل وايد وادعمهم، طبكم من كلامي ما عليكم منه. زين، بس نفكر بعقلنا يا جماعه. كم صار لنا في هالصراعات اللي ما تنتهي؟ كم هذه الصراعات اثرت على نفسياتنا؟ في بعض الحالات انا تجيني الزوجه ما تقدر تنام، ما يجيها نوم، هو يشاخر عدالها، هي مش قادره ترقد بسبب الموقف اللي صار الصبح، ولا بسبب الموقف اللي صار من اسبوع، ولا بسبب الموقف اللي صار من يومين. ليش؟ لانها تستخدم عاطفتها بشكل مبالغ فيه. هذا ياخذ من طاقتك.
من الضغوطات اللي تمر عليك، من الحساسيه اللي عندك، من احساسك، من يومك، من صحتك. ما يصير يا جماعه الخير. زين، زوج عنده اشغال لازم ادعمه. جاي من الشغل تعبان، لازم اكون داعمتنه. بمعنى ها كيف شغلك اليوم؟ شو سويت؟ ربك ان شاء الله خلصت امورك، ان شاء الله تيسرت وكذا، وابدا من الكلام الحلو. مو نعم شرفت حضرتك. ها زين، على الاقل توك داش، قول كلمه حلوه، قول شيء، قول مساء الخير، قول ايش حالك حبيبتي، واقفه في المطبخ صار لي ساعه وياي مضغوط. هذه طريقه في التعامل توتر الزوج. زين، اشغل دور الداعمه لهذا الزوج بشكل اكبر. الافتخار به واعطائه الوقت للتنفيس عن مشكلاته في العمل. استاذ محمد ريلي طفر بي، كل ما اجلس وياه ما عنده سالفه غير هالدوام وهالدوام وهالدوام وهالدوام. صح يا عايشه المنهالي؟ صادع راسك ها؟ صح يا ندى؟ صح يا هدى؟ صادعين رؤوسكم الريايل بالدوام، وسوينا ورحنا. واذا عاد بيفتح سالفه ما بيفتح سالفه، يعني حقنا نحن لازم يدخل ربعه في الموضوع. ربعي سوى وربعي قالوا، يا ابوي فكنا انت وربعك. صح ولا لا؟ اذا انا انقد هذا الزوج، انقد ربع الزوج او انقد عمل الزوج، انا بطريقه غير مباشره ما احس فيها، الزوج يفهمها. وهذه من الاسرار اللي لازم تنتبهوا لها. الزوج يفهمها انه قاعد تنتقدني. هذه للربع. زين، وليتني حاله واحده من الاخوات زوجها مدمن بلاي ستيشن، وخذنا بعض المهارات، صار الحين ولا يلعب ولا ينشغل بالبلاي ستيشن نهائيا. ليش؟ لانها هي غيرت اسلوبها. شو يعني هي غيرت اسلوبها؟ ليش هو ما يتغير؟ نرجع للقاعده الاساسيه، الزوج يتبع زوجته. غيرت من اسلوبه وهو بيتغير اوتوماتيك. مو بيده. ما عليكم منا نحن شنبات وحركات، ترى نحن ينضحك علينا بسهوله، لا تشوفونا كذي. لكن اذا استخدمتي معاه اسلوب الريال الثاني، استويتي ابو ناصر، مصيبه، تدخلين في مشاكل. زين، تمام. الرجل الصامت ماذا افعل؟ يلا بسم الله عليا. الرجل الصامت ماذا افعل؟ يلا يا عليا. ما بتجاوب عليا. زين، الرجل الصامت ماذا افعل؟ يلا يا هدى. يلا عايشه المنهالي. الرجل الصامت، زوجي بارد يا استاذ محمد، صامت 24 ساعه صاخ ما يتكلم. مليل، زوج مليل اعوذ بالله منه. انا خلاص انا اصلا رحت التوجيه الاسري وخلاص بتطلق. حلية تقول ما تضغط عليه، غلط يا حلية. يا جماعة الإدارة اللي يسمعوني، في مجال نطرد علية؟ لأن أجوبتها ما أدري ما بكمل. محادثة في أمور يحبها، عمله، إنجازاته، غلط. شو رأيكم؟ عليا غيري جوابك ولا بطرج تراني؟ أنا عارف أن عندك إمكانيات أفضل من كذي. يلا. الله أكبر. هذا إذا كان صمته ميم. ما يستوي بالقوة يسولف بس خطوة خطوة، غلط. تشاركه بالاهتمامات، غلط. خلاص ما بنطرج، لا تحاولين، ما بنطرج، خلاص لا تخافين. يمكن مهموم، غلط. مم. يا رب حد يجاوب. قلناها قبل السلايد اللي قبل هذا يا جماعة. شو نسوي؟ رجل صامت يا أخي، نبحث عن السبب. قلنا شو النقطة الأساسية؟ نجمع معلومات يا جماعة الخير، نجمع معلومات. أمينة غلط يا أمينة. ليش غلط يا جماعة؟ أنا ترى سامحوني، ترى أنا أسولف وياكم لا تزعلون، بس أنا أبغى أنمي فيكم طريقة التفكير العقلانية مش العاطفية.
رجل صامت ماذا أفعل؟ لازم أجمع معلومات. ليش صامت؟ لازم أشوف ليش هو صامت. السبب الأول، صامت معي فقط، يعني هو ساكت وياي أنا بس ومع الكل يسولف. إذا كان كذي معناته في مشكلة. تمام، معناته أنا عندي مسوية بلوى، أنا جايب العيد. زين، شخصية فصيمية. شو الشخصية الفصيمية يا جماعة الخير؟ بعض الحريم تقول لك ريلي ما يتكلم، ما يسولف، ما يفتح مواضيع. ليش؟ لأنه هو أساسا شخصية فصيمية. شو يعني فصيمية؟ ترى مو بفصيمية يعني فصام يعني عنده مرض، لا. مو عنده انفصام في الشخصية، لا لا. الشخصية الفصيمية شخصية باردة المشاعر، شخصية ما تظهر مشاعرها، شخصية بطيئة في الحركة، بطيئة في الانفعال. يعني هو جالس كذي وولده يلعب فوق الطاولة وطاح، الأم تنقز تقول له سلامات، وهو يقول له طحت؟ ايه زين. اكيد طاح، يعني حب الارض اكيد طاح، لكن هو بارد في طريقه تعامله، بارد في تعاطيه، بارد في ردود افعاله. هذه الشخصيه بطيئه في الحركه، بطيئه في طريقه التعامل، بارده مع الجميع، لانه هو شخصيه اساسا شخصيه اسمها الشخصيه الفصيميه. هذه الشخصيه لابد نراعي فيها انها تتعامل دائما، الحب مالها تعبر عن الحب وعن المشاعر بالمواقف مش بالكلام. تيك واحد يقول لك استاذ محمد صراحه انا بطلق، ليش؟ زوجي ما يقول لي كلام حلو. زين وين يوديك؟ والله يسفرني، يوديني مطعم، خلي سياره، يعطيني راتب، مش مقصر معاي، بس ما يقول كلام حلو يا اخي. ليش ما يقول كلام حلو يا اخي؟ انا ودي يا اخي استاذ محمد المراه ودها شوي تسمع كلام حلو. صح، بس انت الزوج اللي عندك ما يقول كلام حلو، بس يسوي مواقف حلوه، يعبر عن الحب ماله بالمواقف. لا تحبين زوجك او تدورين من زوجك يعاملك بالطريقه اللي انت تدورينها، لا، هو يعاملك بالطريقه اللي هو شو شخصيته. بعض الازواج بالصريخ ترى يعبر عن حبه لزوجته، يمكن تستغربون من هالكلام. بعض الازواج لو تشوفون زوجين قاعدين في المطعم صوتهم واصل اخر الشارع، هم ميتين في بعض ترى، والناس يمشون تقول بسم الله الله يجيرنا، ان شاء الله ما يفرها بهالكوب اللي عداله، ان شاء الله ما يسوي ولا يفرها ولا شيء، يطلعون مستانسين. طريقته في التعبير عن المشاعر بهالطريقه، بالمهازه، بالمجادل، بالكذا، كل انسان له طريقه في التعامل، فما نحكم الناس على طريقتنا نحن. اعوذ بالله، ريلها بارد، ترى يستوي يكون ريلها بارد وهي تكون في قمه الوناسه ومستانسه ومرتاحه. الشيء الثاني، هل لصمته مزايا؟ بعض الرجال اذا صمت ترى صمته له ميزه. زين، هو اذا من النوع اللي اذا تفتف يفصل، خلاص اذا عصب اخر يفصل فينعزل، هذه ميزه. لان اذا ما فصل وتم يبى يسولف بيتضارب وياي، عادي يطلقني، عادي تصير مشاكل وايد، عادي يعني يخرب الدنيا بسبب انه ما يصمت. لكن مرات بعض الازواج يكون صمته له مزايا. هل صمته قابل للتغيير؟ يعني هذا الصمت انا اقدر اغير فيه؟ هل اقدر انا اغير من هذا الطبع؟ هل هو بسبب موقف صار فأنا إذا غيرت هذا الموقف بيتغير؟ هل هو بسبب الضغوطات؟ هذا الزوج من ضغط خلاص يتم صامت لما يروح الضغط أو تروح المشكلة اللي عنده في العمل أو المشكلة اللي عنده في حياته الاجتماعية أو مع الآخرين أو مع حد أو معي أنا، لازم أحدد. الشيء اللي بعد هذا، هل صمته عرض لمرض نفسي؟ وهني أبى أوقف شيء أباكم تركزون يا جماعة. بعض الأزواج يجيه اضطرابات نفسية، مثل شو؟ مثل الاكتئاب، مثل الوسواس القهري، مثل الخوف المرضي، مثل البانيك اتاك اللي هي نوبات الهلع، مثل بعض الاضطرابات النفسيه. زين، هذه المخاوف يوم تستوي للزوج، الزوج هذا يكره يعني البيئه اللي هو فيها، يكره الحياه اللي هو فيها، يكره الطريقه، فتلاقي رقاده تعبان، مو بعارف يرقد، مو بعارف ياكل، شهيته مو مثل قبل، عنده انعزال عن الناس، حماسه يضعف وايد. هذه الصفات وهذه الاعراض، هذه الاعراض يا جماعه الخير تدل على انه عنده مرض نفسي. فصمته هو لانه ما يبي يقول انه عنده مرض نفسي، ما يبي الزوجه تخاف، ما يبي الزوجه تقلق. طبعا الامراض النفسيه اللي هي الاكتئاب، الوسواس، هذه علاجها بسيط، مش امراض يعني هو استوى مينون، لا، هذه اعراض او اضطرابات، اذا اخذ جلسات نفسيه، اذا اخذ ادويه يتعالج منها. لكن اغلب الرجال يكونون صامتين، ما يطلع المشاكل اللي عنده. مرات الرجال يكون متضارب في الدوام مع واحد ثاني بس ما يقول لك انت، فهو صامت لان في مشكله صارت كبيره، بس هو ما يبي يشغل بالك، ما يبي يوترك بسبب هالمشكله، خاصه اذا كانت الزوجه من الشخصيات القلقه اللي تاخذ تشيل هم الامور. اذا قال لها مشكله عادي ما ترقد تفكر، ويحط راسه يرقد وهي تستهم من مشكلته هو، فهو ما يبي يوترها، فبالتالي يكون صامت، خاصه اذا عاد
بعد اصيب بمرض نفسي ما يبغى يخبرها احسن ما تشوف انه اقل منها، ما تشوف انه عنده مشكله، ما تخبر الناس وكذا، فهو يكون صامت. فالصمت له اسباب لابد نفهمها. هل صمته مستمر ام متفرق؟ دائما صامت ولا مرات كذي ومرات كذي؟ اذا كان مرات متفرق وغير مستمر بسبب عدم معرفته لاداره الضغوط النفسيه، فبالتالي يلجا الى اسلوب الانطواء والصمت. طيب السؤال اللي بعد هذا، للحين ما حد خذ شهاده. زوجي ما يحبني، شو نسوي؟ يلا يا جماعه، وحده تقول لك زوجي ما يحبني، شو اسوي؟ اشوف شو المواضيع اللي يحبها، زين، اشوف شو الاسباب. يعني شو اشوف شو الاسباب؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اسجد شكر يا جماعه. اخيرا حد قال نجمع معلومات. زينب بعطيك 5 شهادات، زين 5 بس كلهن عن اسرار الرجل، ها زين، تستاهلين والله. اخيرا يا جماعه ركزوا على هالنقطه، اي موقف يستوي لكم لا تسوون رده فعل، لازم تجمعون معلومات. زوجي ما يحبني ليش؟ نجمع معلومات. تمام. ليش ما يحبني؟ اول شيء ما هو الحب في نظري. انا جتني حاله من الحالات تقول لي استاذ محمد زوجي ما يحبني، قلت لها ليش؟ قالت لي ما يفتح لي باب السياره يوم ادخل. اول ما تزوجنا كان يفتح لي باب السياره ويقول لي تفضلي ويسكر الباب، الحين ولا يسال، يركب من صوب وانا اركب من صوب، ومرات هي افتح باب السياره الاقي الباب ما يفتح، فهو يفتح لي من الداخل، فهو ما يحبني. ليش؟ هي بنت تصورات في بدايه العلاقه ان الحب بهذه الطريقه، فحطت في بالها اذا سوى كذي هو سوى كذي في العرس، فكل الاشياء اللي سواها في العرس اكيد لازم يسويها في مدى الحياه، في الحياه الطبيعيه. فالحب في نظرها سقفه عالي جدا، فاذا نزلت انت حبه شويه وما صار فيه الاشياء اللي كنت تسويها من قبل، لا هذا ما يحبني. فلازم اعرف انا شو الحب في نظري. الحب في نظري شو هو؟ هل الحب في نظري مواقف ولا كلام حلو؟ هل الحب في نظري كلام حلو بس ولا مواقف بس ولا اثنين مع بعض؟ فلازم احدد. عدم الحب شيء جديد ولا قديم؟ يعني هو من زمان ما يحبني ولا فجأة استوى ما يحبني؟ هو من زمان كارهني أصلا ولا فجأة استوى موقف صار ما يحبني؟ هذا الإنسان صار ما يهتم فيني قبل. إذا كان في البداية يحبني وبعدين صار ما يحبني، قد يكون نحن جالسين نجمع معلومات، مش جالسين نعطي حلول. ما ينفع أعطي حلول لأي إنسان. تعرفون ليش؟ لأن كل إنسان له ثوب خاص فيه، كل حالة تختلف عن الأخرى. اللي يقعد يقول حالات للناس في التلفزيون او في الاذاعه يقول لهم سووا شيء سووا شيء، اي حرمه زوجها يسوي كذي تسوي كذي، اي ريال حرمته سوت كذي يسوي كذي، هذا غلطان. ليش غلطان؟ لان كل حاله تختلف عن الاخرى، كل حاله لها ميزات، كل حاله لها ظروف، كل شخصيه مختلفه. استاذ محمد زوجي ما يحبني، ما بقول لك شو تسوين، لازم نجمع معلومات. ليش اقول لك ما بقول لك شو تسوين؟ لان زوجك يختلف عن زوجه فلانه، يختلف عن زوجه فلانه، فما نقدر نعطي وصفه عامه للناس. كل انسان له ثوب خاص فيه وكل حاله لها حلول خاصه فيها. زين. فاذا كان ما يحبني قد يكون شخصيه استعراضيه، بمعنى ان في بدايه الزواج ميت عليه ويشتاق لي. قد يكون شخصيه الطفل يوم يصيح يبغى لعبه ميت عليها، يكون زين ميت عليها مشتاق لها، من ياخذها ويلعبها يلعب اللعبه يفرحها، لكن تظل عنده. اذا حد من اخوانه يشيلها يا ويله. فبعض الازواج يكون شخصيه الطفل يتعامل بهالطريقه ولا مهارات نتدرب عليها. طيب عدم الحب بسبب او بدون سبب. يعني بعض الرجال يوم يتضايق من زوجته يهجرها اسبوع كامل ما يكلمها، فتقول لك هو ما يحبني. هو مش ما يحبها، هو مش انه ما يحبها، لا هو يحبها، ولكن الاشكاليه، اتمنى الصوت يكون واضح، اني اشوف اني مسجات تجيني انستيبل، ان شاء الله ما يكون في مشكله في النت. عدم الحب سبب مرات انه هو زعلان متضايق من الموقف، فهي تحسبه انه عدم حب، لكن الواقع انه اشكاليه في فهم هذا الزوج. النقطه اللي بعدها، من سبب عدم الحب، من سبب عدم الحب، انا او هو؟ هل انا سويت موقف فعلا خليته يتضايق مني فقام ما يحبني؟ بعض الازواج يكون يحب زوجته في بدايه العلاقه، بس من اسلوبها، من تصرفاتها، من مزاجياتها. خواتي نصيحه لكم، اذا فيكم هالاطباع لازم تعالجون نفسكم وتكسبون مهارات. اللي عندها حساسيه مفرطه، اللي عندها غيره مفرطه، اللي عندها مزاج متقلب، لازم تاخذ جلسات في اداره الانفعال، ضروري. لازم تاخذ جلسات في اداره الحساسيه، لازم تاخذ جلسات في حل المشكلات، ضروري يا جماعه الخير.
اللي يبغى يتغير وبحياته تتغير تمشي لازم يلجأ للعلم، ما يلجأ والله ما علي صبري والله بيهديه وعليك بالقرآن وعليك بالذكر. طبعا علي بالقرآن، أنا مسلمة قبل لا أتزوج، أنا أصلي قبل لا أتزوج، أنا أقرأ قرآن قبل لا أتزوج. ليش الموضوع ما النبي صلى الله عليه وسلم سألوه الصحابة عن موضوع تنبيت النخل، تعرفون تنبيت النخل ها؟ فمتى نبت النخل، في الصيف ولا في الشتاء؟ ما رد عليهم، قال لهم أنتم أعلم بأمور دنياكم. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالوحي، ما يتكلم شو تسوون حق الزراعة وشو تسوون حق كذا، هذه أنتم أعلم بأمور دنياكم. كذلك المشكلات الزوجية، أنا أصلي وأعبد الله وأخاف، هذا شيء، كيف أتعامل مع الزوج هذا موضوع آخر تماما. قد تكون مرأة متدينة نقية طيبة ومن أهل القرآن ومن حفظة القرآن وزوجها ما تعرف تتعامل وياه. يعني المشاكل يعني مثلا والله أنا ما أعرف أسوق السيارة، عليك بالقرآن وعليك بالذكر وإن شاء الله بتسوق. قبل هذا عليك بالممارسة. أنا مش ضد القرآن يا جماعة، لكن القرآن مفهوم الروحي عندنا لابد يكون عالي جدا، والمفهوم النفسي يكون عالي. أنا عندي مشكلة مع زوجي، المفهوم الروحي عندي أستخدم القرآن عشان أهدى، عشان ما أتوتر، عشان أكون قريبة من رب العالمين، عشان ما أتضايق، عشان بيئتي الله سبحانه وتعالى يطرح في البيت البركة. وكذلك أعرف أتعامل مع المشكلات، أعرف أتعامل مع نفسي، ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فلازم نبدأ نتعلم هذه النقاط. أي وحدة من خواتي اللي يسمعني بدون ما تذكر اسمها، إذا ما تحب تذكر اسمها، إذا كانت حساسة، إذا كانت مزاجية، إذا كانت عندها خلل في مشكلة التعاطي مع المشكلات والانفعال، إذا ما تعرف حل مشكلات، أساسيات لحل المشكلات، لازم تتدرب على هالمهارات عشان تقدر تتعامل مع حياتها بالطريقة الصحيحة. الغيرة هل هي مفيدة في العلاقة الزوجية؟ في عندنا نوعين من الغيرة بس عشان الوقت، غيرة احتفاظ وغيرة تملك، أو غيرة احتفاظ وغيرة وقاية. بعض الحريم يغارن فغيرتها تحاصر فيها الزوج، أنت وين، منو تكلم، منو ترمس، هات تليفونك، هات كذا هات كذا، تراقب. هي تظن أن هذه غيرة. هذه مش غيرة، هذه غيرة لكنها مش غيرة الاحتفاظ، هذه غيرة تملك. تمتلك هذا الإنسان وتحاصره فينخنق منها، عفوا عن اللفظ اللي بقوله، فيبدأ يكون علاقات خارج نطاق الزواج بسبب أسلوب المرأة. ولو سويت لكم مرة دورة عن الخيانة وكيف نتعامل مع الخيانة بتعرفون شو قاعد أتكلم عليه. زين. غيرة الوقاية، هذه أهم أنواع الغيرة، أني أقي هذا الزوج من الغيرة. بعض الحريم تكون مع ريلها هم في ساعة صفا، فتجيب موقف قديم، مثلا يكون كان على علاقة وانتهت هالعلاقة وهم مع بعض مستانسين يضحكون وجو حلو، تقول له حبيبي اسالك سؤال، بعدك تحب فلانه؟ هي تبى تراويه ان هي تغار انه هو يحب فلانه، فتقول له بعدك تحب فلانه؟ يتكدر الجو. هذه غيره تشوف، وقايه ولا تملك؟ ها، هذه وقايه ولا تملك؟ ها، اختفت الكتابه. تملك، احسنت يا زينب. زين، فهذه الغيره غيره تملك. زين، كيف غيره الوقايه؟ انه حتى لو لاحظت عليه حركات ما ابدا. بعض الحريم تقول لك اذا اروح مع ريلي مطعم يسي طالع الحريم، يسي يسوي كذا، يسي ما ادري شو، ما اقول له عنبو ليش تطالع، ليش ما ادري شو، لا، باسلوب. شوف، طالع لين ما تقول بس انا اغار، بس اباك تطالع اصلا شو ما شفت انت، انا عارف ان حبي في قلبك احلى من اي وحده حلوه ثانيه. بالاسلوب هذا انا ازرع في الزوج المستحى، ازرع في الزوج الرقي، ازرع في الزوج ان انا اغار، لكن غيره وقايه مش غيره تملك.